أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. انتهت قبل قليل من يومه الثلاثاء جلسة الحسم في قضية سعد لمجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى لورا بريول، وأيضا بالاعتداء على فتاة تحمل جنسية فرنسية مغربية والتي تم بسببها عقد جلسة اليوم بالمحكمة العليا بباريس. ويظهر مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات الفيسبوكية المتتبعة لقضية لمجرد لحظة مغادرة المحامي موريت المحكمة، حيث رفض التعليق والكشف عن نتائج الجلسة، مكتفيا بالقول إنه سيخرج بتصريحات في ندوة صحفية رسمية. S'il vous plaît. Juste le temps. C'est fini ou pas? Madame, je ne peux rien vous dire d'autre que ce que je vous ai dit. On va communiquer officiellement prochainement. Voilà, c'est pas le moment. D'accord? C'est bon, si ça ne vous dérange pas. À quelle date? Je vous souhaite le succès. Maître Moretti, vous avez une date officielle? Je pense avoir été clair avec tout le monde. Arrêtez de me suivre et puis on communique pas le moment. D'accord? D'accord. Voilà. Et là, c'est fini. Ça ne pas faire ceci? C'est fini? Voilà, l'audience est finie. L'avocat مشى وما باغي يقول حتى شي حاجة، قال لك حتى ابخي عاد يقول. فوالا. هذا لو كوزان ديال سعد et la famille ديالو. rien du tout. شوف. وزاد هذا الفيديو من قلق عشاق سعد لمجرد، حيث عبر الجميع عن متمنياتهم أن تكون الجلسة في صالح سعد لكي يعانق الحرية في القريب العاجل. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس، يوتيوب، فيسبوك وتويتر.